بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده وصفة لعيش سهلة وسريعة ان شاء الله. كده لما تيجوا تحبوا ما تلاقوش عيش عندكم في البيت وحابين تعملوا حاجة سريعة، الوصفة دي حلوة وهتعجبكم ان شاء الله. عندنا هنا اول نبدأ كده ندخل في الوصفة. بسم الله. حطينا هنا خميرة، معلقتين كبار خميرة ومعاهم معلقة سكر، وحطيت عليهم مية دافية وقلبتهم لحد ما دوبت الخميرة كويس اوي مع السكر والمية، وهسيبهم على جنب علشان تخمر وعشان نتأكد ان الخميرة فعالة. لازم الحركة دي نعملها عشان نتأكد ان الخميرة شغالة ومش باردة وتبوظ لنا عندنا الوصفة كلها. هشيلها بقى احطها على جنب بعد ما قلبتها كويس قوي مع المية الدافية، وبأكد ان هي دافية مش سخنة. لو المية سخنت زيادة برضو هتموت الخميرة ومش هتخمر معانا العيش. عندنا هنا ده تقريبا كيلو ونص دقيق. انا يعني مش شرط تعملوا كميات، يعني انا بحط كده بالمقدار. مش بحط بمقدار معين، اللي موجود عندي حطيته على بعضه وعملته. وحطيت عليهم من كيلو ونص دقيق، حطيت عليهم شوية ملح، ربع معلقة، وجبت مية دافية برضو وعجنت بالمية الدافية لحد ما العجينة بدأت تلم معايا كده. طبعا برضو المقدار المية ملوش مقدار، احنا عندنا كل نوعية دقيق بتختلف عن التانية. في نوع بياخد مية كتير، في نوع ما بياخدش. وطبعا بعد ما عجنت بالشوية بالمية نزلت بقى بالخميرة بتاعتي بعد ما اتأكدت كويس قوي ان هي فعالة وان هي خمرت كويس. وعجنت العجين بتاعي كويس قوي، ومسكته اهو بعد ما عجنته كويس غطيته وسبته علشان يخمر. طبعا فيه خميرة فلازم نسيبه عشان يخمر. غطيته كده بكيس نايلون او بستريتش لو عندنا، وحطيته في مكان دافي وغطيته وسبته تقريبا نص ساعة لحد ما خمر معانا. بعد ما خمر واتأكدت ان هو خمر كويس قوي، عندي كده الرخامة بتاعتي طبعا غسلها ومنشفاها، لازم تكون ناشفة مفيش عليها مية خالص. وهبتدي كده ان انا اعمل العجينة بتاعتي كرات كده صغيرة قد بعض، حاول كده على قد ما اقدر اخليها قد بعض. ورشيت الرخامة بتاعتي بالدقيق، وهبتدي ان انا اقطع كده. لو لقيت العجينة بتلزق معايا ببل ايدي دقيق كده زي ما انا بعمل كده، وبقطع علشان ما تلزقش معايا في ايدي. وطبعا زي ما قلت لكم كمية المية، كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. يعني في دقيق بياخد مية كتير، في دقيق ما بياخدش خالص، تلاقيني يا دوب حطيت شوية صغيرين تلاقيه خلاص استكفى بكده. فطبعا احنا عينينا وايدنا يعني ايه بنقيس بها كل الحاجات دي. مسكت العجين كله قطعته وعملت كور على قد بعض، وهبتدي بقى ان انا افرد رغيفة العيش بتاعتي. والله كان جميل يعني بجد، وطالع طري وهش، وهتشوفوه ان شاء الله النتيجة في الاخر هتبقى ازاي. بمسكه كده افرده بايدي على الرخامة زي ما قلت لكم، لازم رخامة. ومعلش يعني اذا كانت الاضاءة مش مظبطة اوي، لان بصراحة النور كان قطع عليا وانا بشتغل، لكن طبعا معرفتش اوقف التصوير. هبتدي افرده كده يعني على حسب برضو الحجم، الكرات دي زي ما انتوا عايزين. عايزين رغيفة العيش كبيرة نعملها كبيرة، عايزينها وسط زي ما انتوا عايزين. انا عملته الحجم ده، كان حلو يعني عشان على قد سندوتش. لو احنا عايزين نعمله سندوتشات جبنة، لو جبنة سايحة، لو حبينا ان احنا نعمله حواوشي برضو بينفع في الحواوشي جميل اوي زي ما انتوا عايزين. مسكته كده فردته زي ما انتوا شايفين كده، وجبت صينية عندي، وفرشت عليها حتة قماشة ورشتها بالدقيق. اللقطة دي ما اتصورتش بقى معلش، ورشتها بالدقيق ورصيت عليها العيش طبقات كده، كل طبقة ارش دقيق واحط طبقة من القماش، واحط طبقات كده. لا وسبته ايه يرتاح بس 10 دقايق. وبعد كده عندي الجريلا على النار سخنتها. اللي ما فيش عنده جريلا عنده مقلاية، طاسة زي ما انتوا عايزين يستسووا في الفرن، بس المهم ان تكون النار عالية قوي. سخنت الجريلا بتاعتي لحد ما درجة الحرارة بتاعتها ارتفعت قوي، وابتديت ان انا اسوي عليها العيش. طريقة تسوية العيش بقى ازاي؟ انا بحطه على الناحية اللي تحت، وبعد كده يا دوب تتشمع كده بقوم اقلبه برضو على الناحية التانية، برضو ياخد وش كده بسرعة واقوم قلبها تاني. ده بيخلي العجين ان هو يرتفع معايا زي ما انتوا شايفين كده، وما يكونش لازق في بعضه. بتبقى النتيجة بتاعته حلوة قوي. يا ريت لو وصلتوا معايا هنا للفيديو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل اشعاراتي، وضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا مني كل جديد.
شايفين العيش بيرتفع معانا وبيقب والله وطالع جميل. انا يومها فعلا ما لقيتش عندي عيش، فقلت ايه هقوم اعمل كده حاجه سريعه، بس طلعت والله فعلا وصفه تستحق ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. العيش كان طالع طري وجميل والله وما فيه اي مشكله خالص. وانا بقول لكم بعتذر لكم تاني على ان على قطع النور كان قاطع، وبس التصوير هو اللي الصوره غامقه شويه بسبب كده. شايفين بقى انا سويت اهو، بقيت اسوي 4 كده ب4 على قد الجريلا ما اخدت، ولحد ما خلصت الكمية. شايفين طلع معايا جميل ازاي؟ النتيجة طلعت والله فوق ما كنت متصورة، وسهل وسريع وما خدش معايا وقت خالص، وعملته والعيال اتبسطوا منه قوي. وشايفين طلع طري وطعمه وريحته كانت يعني تحفة والله. وطلعت يعني كيلو ونص دقيق، وطلع منه كمية حلوة قوي. كفتنا ويمكن فضل منها تاني يوم كمان. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.